عايزة أقول لكم إن ده أحلى وألذ وأرخص سناك ممكن تاكلوه ومن غير تأنيب ضمير كمان. بيبي شريمب أو الجمبري الصغير خالص، عايزة أقول لكم إن ده موجود بوفرة جدا اليومين دول، ورخيص كمان قوي 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 فوق ما تتصوروا. هنعمله ازاي؟ طبعا من غير ما نقشره ومن غير اي حاجة، يعني احنا مش هنعمل اي حاجة فيه. اللي عايز يشيل الراس بتاعته ممكن يشيلها، انا بحب اشيلها عشان بتضايق ولادي شوية في وقت الأكل. كيلو الجمبري ده ب20 جنيه، يعني عايزة أقول لكم إن هو أرخص من أكياس شيبس كتير قوي. بغسله كويس قوي واشيل الراس بتاعته، اسيبه يصفى تماما عشان ميبقاش فيه اي ميه خالص. اجيب صينيه، طاسه، بوله، اي حاجه، احط عليه معلقه زيت واحده واقلبه كويس قوي، احط عليه ملح وفلفل اسود ورشه كمون، واحطه في الاير فراير او في الفرن او في طاسه على البوتاجاز. بس انا بحس الطاسه على البوتاجاز دي يعني بتنشفه شويه، فالفرن او الاير فراير بتخليه مقرمش وكريسبي. وعايزه اقول لكم ان ده احلى سناك ممكن تاكلوه. هتسالوني بقى بناكله ازاي؟ عايزه اقول لكم ان هو ما بيتقشرش، هو بيتاكل كده قرمشه، يعني وحدايه بوحدايه او حبه بحبه كده. هو اصلا الجمبريه اقل، يعني اصغر من نص عقله الصابع، يعني متخيلين الموضوع؟ حجم الجمبري صغير قوي قوي. قولوا لي بقى في الكومنتات، شفتوا الجمبري ده قبل كده ولا لا؟ وجربتوه اصلا مقرمش كده قبل كده ولا لا؟ ولو اول مره بتشوفوا فيديو ليا ما تنسوش تتابعوني عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. باي.